بتعمل دور كفيف، وده اصلا تحدي، انت بتعمل دور حد عامل انه كفيف. كممثل هل ده كان التحدي الاكبر بالنسبه لك في الفيلم؟ طبعا. يعني بعد حلاوه الحدوته كده صح، تتمشى شويه كده لقيت ايوه، اطلع قدام اطلع قدام، طلعت قدام كل الناس هتبص ورا. طبعا انا يعني ببتدي اركز او افكر شويه في الشخصيه بتاعتي بعد ما بتاكد وبطمن نفسيا انه الحدوته دي خلاص استوحتني يعني، وانا عطايا راسي عليها. فلقيت انه اكبر حاجه، لانه مشكله ان انا يعني بالنسبه لي دي كانت حاجه مهمه جدا لعمر، انه لازم حسن ده يكون بيعرف يلعب كوره. الموضوع ده بالنسبه لي ما كانش فيه ادنى صعوبه خالص بالنسبه لي، لكن ولا مجهود، لانه دي حاجه انا بعملها من وانا عيل صغير. بس التحدي الاكبر بالنسبه لي زي ما انت قلت هو كان لانه فقدان البصر دوت يعني حاجه من اتنين، يا اما البني ادم بيتولد كده او بيبقى مبصر وبيحصل له حادث فبيفقد بصره. الحاله اللي عندنا حاله جديده، انه انا بشوف بس بمثل ان انا مش بشوف، والمفروض ان الناس كانت تصدقني علشان بنصب عليهم يعني، والموضوع يكمل وابتدي اقدر اتحرك باحلامي واهدافي وطموحاتي واعمل الموضوع. فده كان بالنسبه لي اكتر حاجه مغريه جدا جدا في الدور نمره واحد. ثانيا الفريم اللي احنا بنتحرك من خلاله وهو كرة القدم للمكفوفين، ودي حاجة بالنسبة لي أنا ما أعتقدش إن احنا العين ما شافتهاش في الدراما المصرية كتير، أو ما غصناش جوه الموضوع دوت. لكن اوفرول التجربة بالنسبة لي كانت مختلفة جدا، وأنا بحب دايما يبقى في حاجة مختلفة بقدمها أو مشارك في تقديمها، ودي كانت أهم حاجة بالنسبة لي على الورق، كانت واضحة جدا 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 وحمستني جدا يعني.